أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. أنا موجودة النهاردة في المكان ده اللي قدامنا. المكان ده يعتبر في وسط البلد، في مكان حيوي ومكان مهم وكلنا عارفينه، ويمكن كمان كلنا لنا ذكريات في المكان الحلو ده. دي منطقة باب شرق. هنا موجودة الشلالات، كلنا عارفين الشلالات بجمالها والجناين بتاعتها. والمكان اللي قدامنا ده كمان مقابر الجالية اليونانية أو مقابر اللاتين. معظمنا مشينا في المكان ده. وكمان من هنا ده شارع أبو قير، وكمان اسم باب شرق، وأيضا نادي الأولمبي موجود قدامنا كمان اهو. والجنينة اللي قدامنا دي طول عمرها موجودة، لكن اختلفت مع مر السنين. التمثال اللي قدامنا ده للإسكندر الأكبر كان مكانه نافورة كبيرة جدا. أنا حاولت إن أنا أجيب شكل النافورة، هي يعني واضحة شوية هنا، لكن أكيد في ناس كتيرة قوي شافوها. بالنهار كان شكلها جميل جدا والمية طالعة منها، وبالليل كانوا عاملين لها إضاءة ملونة. للأسف هم فكوها واتشالت خالص وعملوا مكانها نفق بحيث إن يسهل عملية المرور. طبعا كلنا شايفين التمثال اللي قدامنا ده تمثال الإسكندر المقدوني، أهدته لنا الجالية اليونانية لمدينة اسكندرية في عام 2002 من خلال جمعية الصداقة المصرية اليونانية، لما كان اللواء عبد السلام المحجوب محافظ الاسكندرية. والتمثال ده في ميدان عبد المنعم رياض، قريب جدا من اسم شرطة باب شرق، وكمان هو فوق طريق قناة السويس وبيطل على شارع أبو قير أو شارع أو طريق الحرية يعني، وكمان قريب من ساعة الزهور. كلنا شايفين التمثال طبعا، يعني كأنه قاعد بعظمة وشموخ. التمثال ده مصنوع من البرونز، وهو يمثل الإسكندر الأكبر كأنه كده منطلق يسابق الريح. هو ماسك في ايده اليمين تمثال، هوريه لكم دلوقتي. يعني انا حاولت اقرب الصورة اكتر كده، وضحت شوية الصورة. هو ماسك بايده اليمين تمثال صغير او اله معبودة النصر الاغريقية عند اليونانيين، هو ماسكه في ايده اليمين، وده شكل التمثال. في ناس كتيرة جدا كانت معترضة ان التمثال يتحط في المكان ده، لان المكان ده كان مكانه النافورة القديمة. هم كانوا حابين النافورة، بيقولوا كان شكلها احلى كتير، لكن اتشالت طبعا واتفكت واتشالت. لسه موجودين في المكان او في الجنينة. هنيجي برضو الجزء تاني اللي هي ساعة الزهور. طبعا يعني اكتر حاجة مشهورة في اسكندرية، لكن ساعة الزهور كانت قريبة جدا للشارع اللي امامنا على طول، ده شارع فؤاد. طبعا كلنا عارفين ان دي اسكندرية القديمة. هنا في شجرة في جنينة الشلالات، الشجرة اللي قدامنا دي اسمها شجرة التين البنغالي، ومسميينها ايضا شجرة طرزان، لان هي طلعت في الافلام القديمة في شخصية طرزان فتسمت كده. المكان ده لما اتعملت ساعة الزهور كان محافظ اسكندرية في الوقت ده كان اسمه حمدي عاشور. بابا الله يرحمه كان بيحكي لي، يقولي كان في محافظ زمان كان بيغسل الشجر بتاع الشوارع. الشجر كان يغسله بالمية الفجر، كان يقول لي الفجر يغسل الشجر كله بتاع اسكندرية بالمية، والشوارع كانت بتتغسل بالمية. احنا هنشوف دلوقتي ساعة الزهور. ساعة الزهور انشئت في عام 1966 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر،
وده شكلها. كانت كلها من الزهور الطبيعية، وكانت الساعة مظبوطة، الدقايق والساعات. طبعا احنا شايفين شكلها دلوقتي. وبشكركم شكرا جزيلا، ويا رب المحتوى يكون عجبكم، وإلى اللقاء في مكان جديد.